السلام عليكم واهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم رغدة شعيب وفيديو جديد ويوم جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من الوجبات الغذائية الكاملة المتكاملة اللي انا بحطها في اللانش بوكس اللي انا هعمله ده حاجة كده بين البانكيك وبين الكريب. هتشوفوا معايا دلوقتي الساعة 5 الصبح. صباح الخير طبعا، وتقدروا تجهزوه من بالليل. حتى لو بيضة واحدة تقدروا تعملوا الوصفة دي. أنا هستخدم هنا 2 بيضة، عليهم 3 معالق سكر، أو ممكن تستبدلي السكر بعسل النحل، أو حتى ممكن العسل الأسود برضو، بس هيخلي اللون غامق شوية. وطالما قلنا بيض، ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وأقلب الكلام ده كله كويس جدا. وهحط كوباية من الحليب. تقدري برضو تستبدليها بالمية، بس طبعا احنا قلنا ايه، وجبة غذائية متكاملة بتمسك مع الولاد لغاية ميعاد الغدا. بتكون مشبعة جدا ومغذية، وفيها كل حاجة، فيها بيض وحليب او لبن، دقيق، سكر. هقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا، وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من الزيت. انا بغطى زيت كده، هحط كده حاجة بسيطة بس بتخلي الموضوع طري كده وما ينشفش منك. بعد كده ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، واقلب كل الكلام ده كله. بصوا انا عاملة في نفس البولة دي هعمل كل حاجة، وكمان هشتغل بيها على البوتاجاز، فالموضوع الصبح كده ما ياخدش منك مواعين كتير ولا اي مجهود. تقدري تضربي الكلام ده كله في الخلاط، بس انا بشوف بصراحة غسيل الخلاط اصعب يعني، فكده اسهل بكتير. بعد كده هتنزلي بقى بالدقيق واحدة واحدة لغاية ما الدنيا تتماسك معاكي. احنا عايزين خليط لا هو تقيل ولا هو خفيف، علشان نقدر ننزل بيه في الطاسة كده ونلفه كده في الطاسة. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. هتفضلي بقى تقلبي ايه في الدقيق لغاية ما الدقيق يختفي. لقيتيها خفيفة هتزودي شوية دقيق، لقيتيها تقيلة تزودي شوية مية او شوية لبن. فالموضوع بسيط جدا. اهم حاجة يكون عندك طاسة تيفال من غير ما ادهنها لا زيت ولا اي حاجة. احنا حاطين في العجينة معلقة كبيرة من الزيت، وهنزل كده بشوية والف الطاسة بتاعتي بايدي بالشكل ده لغاية ما تتفرد معايا. زي ما قلت لكم ده بين البانكيك وبين الكريب، بس هما الولاد عندي بيحبوه بالطريقة دي. يعني بحيث ان البانكيك لما بعمله بيكون سميك شوية وما بعرفش احشيه، والكريب بيكون خفيف قوي وكبير. فدي حاجة كده ايه، تقريبا اخترعتها بين البنين علشان ارضي الولاد وتعجبهم، واقدر احشيها لهم واحطها لهم في اللانش بوكس. بصوا اول ما الوش من فوق ينشف كده ويعمل فقاقيع، ابتدي اقلبها اهو بكل سهولة، واضغط عليها كده عشان كل حتة. المهم النار تكون عندي متوسطة، فالنار ما تكونش باردة قوي وما تكونش شديدة. احنا عايزين نسويه على نار متوسطة علشان يستوي كويس، وكمان ما يتحرقش منك. علشان لما يستوي كويس يقدر يقعد كتير في اللانش بوكس من غير ما يجراله حاجة، لان ده فيه بيض ولبن. فطبعا المفروض يتحفظ في درجة حرارة باردة، بس لما اسويه كويس جدا على نار هادية يقعد اليوم كله في اللانش بوكس مع الولاد، ما يجرالوش اي حاجة بإذن الله. زي ما انتم شايفين، بصوا الحلاوة والطراوة، بصوا عامل ازاي، ما شاء الله، اللهم بارك، بألف هنا وشفا. طبعا هو كامل متكامل، فممكن بدون حشوة تطبقيه للولاد كده وتحطيه في اللانش بوكس. بس لو هتحشيه اطبقي الواحدة الاتنين بالشكل ده، علشان هو مسامي قوي، فهتلاقي الشوكولاتة طلعت من بره وتبهدل ايد الولاد. لكن لما تطبقيه على طبقتين بالشكل ده وتحطي اي حشوة، الولاد لغاية ما يرجعوا لو اتبقى منهم حاجة بيكون زي الفل من بره وما بيبهدلش الدنيا. بس فهنا هحط نوتيلا كمان. عايزه تحطي عسل ابيض زي ما تحبوا، زي ما ولادك بيحبوا. ده لانش بوكس يعني فعلا متكامل، فعلا مغذي ومشبع. والولاد عندي بيحبوه جدا، بألف هنا وشفا. وتقدري تحطي اي فاكهه او اي خضار، جزر، خيار، زي ما تحبي، زي ما ولادك كمان يحبوا. وده كان لانش بوكس بتاع النهارده، بس من احب اللانش بوكس اللي انا بحب اعمله. بصوا بقى، ده تطبيق لدرس عند بنتي في المدرسه عن الزراعه. جبنا بصله كده وعملناها بالشكل ده، ليها تقريبا اسبوعين. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك، مبهجه مبهجه جدا في المطبخ. قولوا لي بقى اعمل فيها ايه. انا بفكر انقلها للتربه ولا اعمل ايه، مش عارفه بصراحه. فقولوا لي في الكومنتات هنا بقى ايه.
الولاد راحوا المدرسة ولقيت المطبخ كده ما شاء الله اللهم بارك فاضي. فقلت ايه عندي سجادة عايزة اغسلها، فبدل ما انزلها المغسلة قلت يلا تسلي فيها كده وفرشيها في المطبخ واغسليها. اول حاجة هغسل الارضية كده بشوية كلور ومية، وبعد كده هفرش السجادة بتاعتي وهنغسلها في المطبخ، لان اهم حاجة يكون في المطبخ بس عندك صرف، عندك بلاعة. طالما عندك صرف وبلاعة ومطبخك كده ما فيهوش اي حاجة في الارض، كل مكان المكان واسع وفي بلاعة وفي صرف، الغسيل السجاد هيكون سهل جدا. هنا المية حطيت عليها كلور واحط عليها شوية معطر، المعطر ده جبته من ابو 5، اللهم بارك، حلو جدا 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 فوق ما تتخيلوا. واحط كمان مسحوق، وهزود تاني، والمعطر ده كمان هسيبه واحط منه كمان في ميه الشطف. هنا فردت السجاده بتاعتي نصين، ادي اول نص في المطبخ، وابتدي بقى انزل بالميه، وبعد كده انزل بالربسو والمساحيق بتاعتي كلوريكس مثلا، اللي هو الكلور بتاع الالوان مش الابيض طبعا. وتضيفي بقى وتدعكي بالشكل ده بالمقشه بتاعتك، ده افضل واسهل طريقه تغسلي بيها سجاده، لغاية ما اخلص النص الاولاني، وبعد كده هلمه وابتدي افرد النص التاني بالشكل ده. انا خلاص اهو. طبعا انا قصلكوا كتير من الفيديو لان الموضوع كده وانا بصور فباخد لقطات. اهو خلاص خلصت النص الاولاني وفردت التاني، هعمل نفس الخطوات برضو، هنزل بمية ومساحيق بقى. الربسو احلى حاجة لغسيل السجاد، اللي هو الربسو اللي هو بتاع الغسالات العادية ده، لان طبعا بتاع الاوتوماتيك بيكون غالي فحرام يعني، فهنجيب كيس كده من بتاع الغسالات العادية، المسحوق العادي. وعايزة تضيفي شوية كلور بتاع الحاجات الملونة، شوية اي بقى حاجة عندك تحبي تستخدميها وتدي ريحة حلوة، معطر سجاد. في كمان في مصر حاجة اسمها عجينة سجاد برضو بتكون حلوة قوي. بصراحة إحساس النظافة لا يوصف لما تغسلي حاجتك بنفسك كده وتدلدقي مية، إحساس جميل جدا. أنا هنا غسلت السجادة في المطبخ بالشكل ده. بعد كده بقى إيه عشان ننشفها نعمل إيه؟ هندلق بقى مية كتير، ويا ريت المية دي يكون فيها أي معطر، ونجيب المساحة أهو ونسحب المية، وهكذا نسحب المية ونلم جزء من السجادة لغاية ما نخلصها كلها بالشكل ده. وطبعا لما يكون في صرف وفي بلاعة المية كلها بتنزل على البلاعة اهو. انا بسحب بالمساحة المية، شايفين المية نضيفة ازاي ما شاء الله. بس لغاية بقى ما نخلصها بقيت فل اهي. بعد كده نحطها على اي حاجة مرتفعة تصفي المية كويس جدا. وانا هنا طلعتها كمان على السطح عشان تتشمس بقى وتبقى ريحتها حلوة. الشمس طبعا لا غنى عنها، بس قبل ما نطلعها كده في الشمس، او لو عندك سطح زي ما عندي كده فوق البيت، تصفيها كده على حاجة مرتفعة في الحمام. وبعد كده بقى ايه طلعيها تتشمس، وزي ما قلت لكم الشمس مهمة جدا. بس اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا عندي في القناة، واللي مشترك يفعل الجرس علشان دي حاجة مهمة جدا عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد بنزله. وانتظروني في وصفات كتير وتكات أكتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.